السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في كوبي المسيح فاطمة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد الحليوه ديال نيسلي، كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف، كتجي راقيه لا في المنظر ولا في المذاق شكلا ولا مذاقا. غنشارك معكم طلبيه يلي درتها هكايا ديال دوازتي مشكل، ومحطات معكم درت معكم هاد الوصفه هادي وشكلت معكم هاد الدوازتي. هذا خرجت منه 3 تشكيلات. عندي هنايا 500 غرام ديال الكاوكاو، قليتها في الزيت، هي شويه ديال الزيت. عندي هنايا الشكلاط قالا، يعني شكلاط بيض وهذا واسود. وعندي حليب نيسلي، عندي جوج علب ديال حليب نيسلي. وعندي باكيه ديال بسكوي ماريا. هذا هما المقادير اللي كنحتاجو في هذه الوصفه هذه. وعندي هنايا المولات ديال السيليكون اللي عن ميلونجي بهم نتوما اي مول اللي عندكم في الدار يمكن لكم تخدموا به. هنايا بسكويت طحنته درتو في الهاشور، طحنته مزيان. كذلك عاوتاني كاوكاو حتى هو محيت برد، عاوتاني حتى هو طحنته، درتو في الهاشوار وطحنته. صافي درتي شويه ديال الكاوكاو، ديك 500 غرام ديال الكاوكاو وديك الباكيه ديال البسكوي. خليت منها واحد شي 8 الحبات هكا، ما درتهاش كامله باش يجينا اللوغو ديال الكاوكاو غالب على البسكوي. ضفنا العلبه الاولى ديال حليب نيسلي كراميل، خلطنا. وعاد ديك الساعه عاد حليت العلبه الثانيه باش نزيد تنجمع نشوف. محدكم نتوما كتخدموا راه العجينه كتنشف، يعني ملي تشوفوها نشفات يمكن لكم تزيدوا الحليب زعما كراميل يكون حداكم كاين. صافي انا هي العجينه كنحس بها متماسكه ومعلكه كما كتشوفوا. زدت انا جاتني مازال خصني نزيد شويه، وليت حليت العلبه الثانيه. ولكن راه في الاخر راني كنت كنضيف ملي كتنشف ليا العجينه كنولي نضيف شويه شويه، يعني العجينه كتجي معلكه وكتجي زوينه بزاف. هنايا هاد الشكل هذا كيجي راقي وكيجي زوين بزاف. وبالنسبه للمبتدئات اي واحد يعني زعما بغاها كيصوبهم كتجي سهله. كنجيبوا الشكلاط كندوبوه في حمام مريم، وكنجيبوا المولد السيليكون ديالنا وكنديروه هي بالاصبع ديالنا بلا بانسو بلا حتى شي حاجه باش كيشكل لنا داك الشكل الرخامي كما كتشوفوا معايا. كنديروا غير هكايا، كنقادو هكايا كما كتشوفوا معايا في الفيديو. راه الفيديو واضح. كنبقى نشكلو باش ملي كان هذا كيجينا داك الشكل الرخامي فيه زوين بزاف. كنبقى نشكلو هكا غير بالاصبع ديالنا وكنديروه في الفريغو ضيا هي تيشد راسو. عاد كنضيفو عليه الشكلاط اسود كما كتشوفوا حتى هو دايب. كنضيفو على هذا كنديروه غير شويه، ما كنعمروش المول حتى هذا. وكنبقاو نقادو تنمشيو على هذا المنوال كامل حتى كنعمرو حتى كنديرو ديك الطبقه ديال الشكلاط الاسود من فوق ديك الشكيلات اللي درنا بالشكلاط البيض. كنديرو ديك المعلقه ديال الشكلاط وكنبقاو هكا كنكملو حتى كنضيفو المول ديالنا نعمروه كامل. صافي وكنجيبو ديك الحشوه ديالنا اللي معلكه بنيسلي كراميل، كنكوروها هكا صبيعات ولا كريسات وكنحطوها في الوسط وكنبركو عليها بالمعلقه حتى كيطلع لنا الشكلاط. وعاد كنوليو نضيفو عليها الشكلاط من الفوق. كنضيفو ديك الشكلاط من الفوق هكا كما كتشوفوا معايا. عاد كنضيفو ديك الشكلاط كما كتشوفوا وكنستمروا هكا هكا حتى كنكملوا، يعني كتجي واضحه زوينه هكا. كنكملوا عاد كنوليو نغطيو عليهم بالشكلاط كما كتشوفوا. وفاش كنساليو المول ديالنا كنزدحوه مع فوق السطح العمل باش كيجينا متواسي ومتعوض. كنديروا ديك الطبقه ديال الحليب نيسلي كراميل كما كتشوفوا معايا، وكنبقاو هكا حتى كنغطيو بالشكلاط. يعني كنمشيو هكا حتى كنكملوا كنديروا ديك الطبقه ديال هذا. عاوتاني كذلك انا ديموليتيو في هذا المول هذا حتى هو كيجي شكل ديالو زوين. كنديروا الشكلاط ابيض في الاول وكنضيفوا عاود كنجيبوا ديك الحشوه ديال الكاوكاو كنديروها عاوتاني من الفوق الشكلاط بحال كيشد راسو وكنبركو عليه هكا حتى كطلع لنا الشكلاط. عاد كنولي نغطيو عليه بالشكلاط. العمليه سهله وكيجيو شكلات راقيين وكيجي لوغو ديالو زوين. المذاق ديالو كيجي راقي وكيجي زوين بزاف. الكليانه ديالي عجبها هاد الشكل اللي درتها كيجي زوين بزاف وتبارك الله. يعني هاد الكميه حطات ليا 2 كيلو ونص عبار.
يعني تبارك الله نص كيلو كاوكاو 100 غرام ديال البسكوي، وديك 2 علاب يعني تبارك الله حطات لنا 2 كيلو ونص ديال هاد الحلوى هادي. صافي كنكملوا على هاد الطريقه هذا. نتوما اي مول بغيتو تخدموا به يمكن لكم تخدموا به. صافي من بعد ما خرجت الشكل ديالو كيجي راقي وكيجي زوين بزاف. يعني الا ما شفتوش الطريقه ما تقولوش كيفاش مصايب، يعني كيجي زوين بزاف وكيجي الطريقه ديالو راقيه. هانتوما كنبقاو غير كنجمع الحليوات ديالي كاملين، وكنجيب كويغطات كندير فيهم شويه الكليكوز وكنلصق. هانتوما كي كتشوفوا كيجي زوين بزاف، ونتمنى يعجبكم. وتا المذاق ديالو كيجي رائع. يمكن لكم تشكلوا بهم بلاطويات، يعني كيجي يمكن لكم تخدموا بهم بزاف ديال الشكيلات كيجيو زوين، والمذاق ديالو راقي وكيجي زوين بزاف. بالنسبه كانت عندي حتى طلبيه كان عندي فيها الفقاس باللوز، راه ديجا حاطه في القناه كيجي رائع وكيجي زوين بزاف. راه عندي في القناه ما بغيتش نشارك معكم. كذلك حتى الصابلي تا هو راه محطوط عندي في القناه ما شاركتوش معكم. كانت عندي ديك الطلبيه مزروبه، يعني هي شكلت هي صورت معكم هكايا. دخلوا للقناه راه الصابلي ناجح 100%، ويعني كيجي زوين. انا شكلته هكايا بهاد داك القليب عمرتهم بداك لي فخوي كونفي باللوز وبالكركاع وبالكاجو، علقتهم مع النباج. وهذا الشكل مالح اللي كيجي راقع حتى هو كيجي زوين هاد البلاطو ديال الصابلي كيجي راقي. واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. مع السلامه.